السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ عزيزي المستمع، عزيزي المشاهد، ازاي اقدم برنامج تلفزيون في كلمتين اتنين. شوف عزيزي المستمع او عزيزي المشاهد، الموضوع مش صعب زي ما انت متخيل. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. انت كل اللي عليك بتجمع ماني، وبتروح على اقرب وكالة اعلامية او اقرب محطة تلفزيونية، بس مش اي محطة تلفزيونية. بمعنى القنوات المصرية ممكن نقول عليها انها بتنقسم لثلاث اقسام او آه، ثلاث حروف A B C. ال A اللي هي الفئة الأولى التوب، ام بي سي مصر، سي بي سي، صدى البلد، النهار، الحياة. كده الفئة الأولى اللي هي مش محتاجة إعلانات، اللي هي مش محتاجة فلوس، اللي هي كده كده اوريدي أعلى مشاهدات في مصر، فبيجي لها فلوس وبيجي لها إعلانات كتير. الفئة التانية اللي هي ممكن نقول عليها قنوات ماسبيرو أو قنوات التلفزيون المصري، اللي هي مش بتعمل إعلانات ومش محتاجة إعلانات، أو بمعنى أصح حتة الإعلانات مش فارقة معاها أوي. الفئة التالتة وهي الفئة اللي احنا بنتكلم عليها، تمام، فئة القنوات اللي هي محتاجة إعلانات، محتاجة فلوس. القنوات الاستثمارية بتلاقي دايما قنوات كده درجة تالتة موجودة مركونة في جنب كده. البرامج عليها مش أعلى جودة، مش أعلى حاجة، مش أعلى محتوى، تمام. ديت انت ممكن تروح على القناة مرة واحدة، او تتواصل معاهم بأي طريقة، وتتكلم: يا جماعة انا عاوز اقدم برنامج تلفزيون. هيقول لك الوضع كذا كذا كذا، يقول لك مثلا العشر دقايق ب 3000 جنيه، ربع ساعة ب 3000 جنيه، النص ساعة مش عارف ب 4000 جنيه. المهم هي في الأرقام دي، في الفئة ديت. في هناك باكجات، وفي أنا عارف الموضوع ده، أنا سألت فيه، اللي هو النقطة ديت أو الحتة ديت كلها بتتمحور في حدود 5000 10000 جنيه. ممكن الحلقة تكلفك 8000 جنيه، 10000 جنيه، بس بيقولك باكج أربع حلقات أقل واجب، 8 حلقات، الموسم مش عارف كذا حلقة ديت، تمام. ممكن برضو حل تاني خالص، حضرتك لو مشهور، لو عندك مثلا قناة يوتيوب، فيسبوك، أي حاجة، أنت عندك محتوى مشهور على السوشيال، ممكن تروح لأي مصنع او لاي شركه، تقول له: يا فندم انا كذا كذا وبقدم محتوى ورايح اقدم برنامج تلفزيون، تعال كون الراعي بتاعي. فهو لو مهتم هيكون الراعي بتاعك وهياخدك، وتروح على القناه وتقدموا البرنامج، فكرتك. بس زي ما قلت لك، اهم حاجه عشان يكون معاك راعي انك تكون شخصيه مشهوره بتقدم محتوى، ده اللي هيجيب لك الراعي. ماشي، خلصنا النقطة دي. نقطة القنوات التلفزيونية وانك تقدم برنامج، نقطة سهلة خالص، ما فيهاش اي جدل. اهم حاجة انك تكون بتمتلك فلوس او بتمتلك راعي، بس ده كل الموضوع، والموضوع سهل وبسيط جدا. يا تروح على القناة مرة واحدة، يا تروح على وكالة اعلامية. اهم حاجة يا يكون معاك فلوس يا يكون معاك راعي. شكرا.